مرحبا، وصفتنا اليوم نوعين من المقبلات المايونيز. طبعا اليوم وصفتنا سلطة الكول سلو والزلط الروسي، بس اليوم عملتلكم هي على طريقتي. تابعوا معاي الفيديو خطوة بخطوة حتى تحصلون على نفس النتيجة. ويلا نبدأ. بالبداية غيح نعمل سلطة الكول سلو. غيح نحتاج كمية من اللهانة. طبعا اللهانة كنت غمتوها على شكل شرايط ناعمة، وتطيقون تبرشوها بالمبرشة. وغيح نضيف عليها جزر مبروش. طبعا الجزر همينك بيرشته بالمبرشة. طبعا كمية اللهانة لازم تكون ضعفين كمية الجزر. وبعد ما قلبنا الجزر واللهانة سوا، غيح نضيف عليهم كوب واحد من المايونيز. طبعا كمية المايونيز حسب الكمية اللي انتم غيح تحضروها. وغيح نضيف عصير نص ليمونة، وغيح نضيف علينا شوية ملح ومعلقة من الشكر. وطبعا هاي الإضافة من عندي. غيح نضيف علينا قوطين من اللبنة. أكو يضيفون لبن، بس أنا أحب أنه أضيف اللبنة، تنطي نكهة كثير طيبة للزلطة مال كول سلو. ونقلب الزلطة كلش مليح إلى أن تتجانس، ونفرغها بصحن للتقديم. وكملنا معاكم أول طبق من المقبلات. وهسه نبدي نحضر الزلط الروسي. وطبعا للزلطة الروسية غيح نحتاج بطاطا وجزر. طبعا أنا هوني البطاطا والجزر كنت سلقتوهم بالماي، تقريبا أخذوا مني ربع ساعة. وبعدين ضفت عليهم معلقة من الشكر، وبعدين نضيف عليهم بازاليا. طبعا البازاليا أنا استخدمتوها بازاليا القواطي. وغيح نضيف عليها كوب واحد من المايونيز. بالنسبة للبازاليا تقدرون تستخدمون البازاليا المجمدي أو أي نوع بازاليا الفريش، بس لازم تسلقوها وتبردوها كلش مليح. وغيح نضيف عليهم الخردل، تقريبا معلقة من أكل خردل، وشوية فلفل أسود، وشوية ملح. نقلب المواد كلش مليح مع الزلطة حتى تتجانس، ونفرغها بصحن التقديم. وكملنا معاكم الطبق الثاني من المقبلات اللي هو الزلط الروسي. وكانت هاي وصفتنا لليوم، نوعين من مقبلات المايونيز. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وإذا جربتم اكتبوا لي رأيكم بها بالتعليقات. ولا تنسون إذا كنتم جداد على القناة فعلوا جرس الإشعارات حتى من أنزل شي جديد يصلكم.